السلام عليكم، وحشاني يا جماعة. زي ما وعدتكم كله جاهز. يلا بينا. هنعمل النهاردة الوجبة اللي محدش فينا يستغنى عنها. أنا عن نفسي عاشقة ليها، بحبها قوي قوي. سهلة وبسيطة ومقاديرها حلوة وموجودة في كل البيت. يلا بينا سريعا كده نشوف هنعمل الخلطة بتاعتنا والحركات دي ازاي. عايزة اقول في البداية، لو اول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وتحطوا لايك وتتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس. هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. الحقيقة انا كنت مبسوطة قوي وانا شغالة فيها، ما خدتش مني وقت نهائي. حقيقي تبارك الله، من اجمل ما اكلت. يلا بقى ندخل ونشوف المقادير بتاعتنا او المكونات بتاعتنا عاملة ايه. رحت معاكم جبنا عملنا شوبين، جبنا البتنجان والورق العنب والملوخيه والحركات دي. عايزه اقول ان انا قسمت الملوخيه نصين، شويه عملتهم جنبها وسبت شويه لفت اوفر، قلت اعملهم تاني. ان شاء الله احاول اصورها. هنا بحاول اوزع الخضار عشان هسوي او هسلق او هدبل اللي هو الورق بتاع العنب، مش هشتغل عليه كده. وجبت برضو كام وحدايه كوسه عشان ما فيش حد كتير عندي بياكل كوسه، فجبتهم جاست ان كيس. وجبت برضو كرومب عشان اعمل كرومب وفلفل الوان. اذا هنا سبت الميه تغلي. اول ما تغلي هنزل فيها الورق العنب نص دقيقه بس وهقلبه كده، وبعدين هطلعه نص دقيقه خلاص. واروح مطلعه بمجرد اني انزله واغطيه بالميه السخنه، اروح مطلعه عشان ما يتهريش مني، خاصه النوع اللي موجود هنا، عشان عكس خالص الموجود عندنا في البلاد العربيه. حقيقي الورقه هنا ناعمه جدا جدا. هنقور بقى عم الكوسة. بتاخدي المقورة عشان تقوري الكوسة وتحطيه في النص بتاع الكوسة، يعني في صلب الكوسة كده في النص، وتفضلي تلفي بالراحة وبسيط، ما تضغطيش عليه عشان ما تفتحش منك. عايزة اقول لكم ان انا كنت من ما بعرفش اقور كوسة خالص 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 والله. فالحمد لله اتحسنت كتير. ده شكلها في النهاية. هروح بقى نفرم عمك بصل. هناخد البصل بتاعنا، حطي كمية بصل زي ما انت عايزة، هو عاشق بصل. وبعدين بعد ما هقطع البصل كله هضيف عليه زيت، اي نوع زيت بتحبيه، وهوديه على البوتاجاز يدبل شوية. وهنزل عليه بالصوص بالصلصة. اللي عنده عصير طماطم يستخدمه يحطه، عايزة قوطة معصورة يعملها. احنا عندنا هنا بنستخدم الصلصة او اغلبنا، عشان القوطة هنا غير عندكم في القاهرة عندنا خالص نهائي. يعني انا عايزة صندوق طماطم كامل عشان اعمل حلة زي دي. وديتها على البوتاجاز حوالي 10 دقايق عشان هنا الصلصة تصور شوية، فقلت خليها تستوي كده على نار هادية. التوابل اللي نزلت بيها ده نعناع، فلفل اسمر، كل انواع الفلفل اللي موجودة اللي هي الدراي. وهنا دي كزبرة فرمت شوية ونزلت بيهم، وملح. الحبهان المطحون حلو قوي قوي، انصحكم كمان تاخدوا شوية بسيط هو. والورق الغار او ورق اللورا ده برضو واحدة مطحونة او نص كده بسيط، بتبقى خفيفة قوي عشان تبقوا عارفين. دي التوابل اللي تخلي الأكلة دي حلوة، وما تزودوش عشان ما تغيروش طعم الأكل. وده مهم لأي نوع من الخضر اللي هتشتغلي عليه عشان يديكي نفس النكهة بتاعته وما تغيرهاش. هنا حاجة حلوة قوي بحب أعملها للكوسة، بنزل ببسيط بفلفل أسمر مطحون، وكمان بسيط من الملح، وابتدي أعمل لها مساج من جوه بسيط كده، بحيث إن البتنجان اسمها إيه الكوسية تبقى متملحة ومفلفلة من جوه كده، مشطشطة، يعني تخليكي تاكليها. انا وزعت الصلصة على جزئين، خدت جزء هشتغل عليه دلوقتي بالمكونات اللي انتوا شفتوها، وكمان قسمت الخضرة مع الصلصة عشان هشتغل عليها مع الكرنب. هعمل الكرنب لوحده عشان احب احتفظ بطعم الكرنب. وهنا خدت جزء من اللحمة المفرومة، ودي الصلصة اللي هي اللفت اوفر قلت لكم عليها. الخضرة عبارة عندي عن بقدونس وشبت، دول الاتنين المهمين جدا في المحشي. وتقلبي المكونات مع بعض. هقول لكم حاجة حلوة قوي قوي في اخر الفيديو، يعني قبل ما نقفل، بمناسبة الوصفة بتاعتنا دي، يعني الملاحظات اللي انا بحبها او احب دايما اجددها. هبتدي احشي كله من غير ما املاها للاخر، لان الرز لما بيستوي كلنا شطار عارفين ان هو الحجم بتاعه بيتضاعف كده. فخلوا جزء حوالي نص سنتي فاضي كده من فوق، عشان تديله سبيس ان هو ياخد يعني يستوي في نفس الوقت ما يكونش دراي. عايزاه يبقى مستوي، يكون في مساحة جوه ان هو يستوي، وما يبقاش ناشف ان هو يضايقك يبقى ناي. هنا اسهل طريقه للف ورق العنب انك ترصيه جنب بعض، وتروحي عامله كده، تمسكي الورقه وتاخدي الجناب بالشكل ده، وبصوابعك تزقيها وتلمي الجنب ده مع الجنب ده،
خلاص تتسد خلص. وبعدين تروحي لفة الصابع، اسهل حاجة. انا بعمل كده قدام الكاميرا عشان اوضح ليكم، انما غير كده ما بياخدش وقت خالص، سريع جدا. انك تحطيهم قصادك كلهم مرة واحدة وتحطي فيهم الرز، وتروحي لما الجناب، تروحي سحبة بصوابعك كلها كده قدام، ولما الجناب، وبعد كده اللفة. ما بياخدش وقت نهائي، اسهل حاجة حقيقي. ترصيهم كده رصة واحدة وتخلصي منها، هتلاقي نفسك عملتي كله مقاس واحد، شكله حلو وكله مظبوط، والصابع ماسك نفسه كده وجوسي وجميل، مش جراي يخليكي متضايقة. الرز من جوه مستوي ومفلفل، اللحمة عاملة طعم حلو قوي، التوابل جميلة قوي، ما غيرتش طعم الخضار. تحسي انك بتاكلي كوسة كوسة، والبتنجان بتنجان حقيقي. كمان اللحمة اللي انا حطيتها بعد، حطيت هنا في الحلة اللي هشتغل عليها، عبارة عن شرايح بصل وطماطم وبسيط كده من شوية فلفل. وهنزل بقى باللحمة عندي، هوزعها من تحت، هنزل عليها فلفل ألوان، وهضيف ورقتين من اللي هو الورق اللورة أو الغار، مش عارفة بتقولوا عليه كده، عشان يدي نكهة حلو وريحة جميلة. كان البيت يعني اتقلب من الريحة حقيقي، تبارك الله، ريحته وصلت لآخر الستوب ساين. وهبتدي بقى ارص الاول الورق العنب، واخلي البتنجان والكوسه والفلفل في النص، عشان دول ما بيستحملوش الورق العنب، بياخد وقت اكتر من التانيين، فخليهم من فوق. تمام. انا بتكلم عن الخضار اللي موجود هنا، فانا حافظاه، عشان البتنجان ده يعني هندي. وهلف بالشكل ده وهوزع زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اللفت اوفر الكمية اللي عملتها حقيقي كانت مهولة، يعني عملت كمان حلة جنب الحلة اللي انتوا شفتوها، كان تبارك الله اول مرة اجيب ورق عنب ويبقى كتير كده. تاتسيت. وزعت بقى من الجناب، ما عملتش بقى طبقة او طبقة، لا، وما فيش الموضوع ده، ما فيهاش خالص، انت بتقلبيها كلها مرة واحدة. هنا خدت بسيط حوالي معلقة من الصوص، نزلت فيها بالمية والتوابل بتاعتي العادية بتاعتي، نفس التوابل بتاعت المحشي، وهقلبها وهسقي بيها. مش هحط شوربة، وبنصحكم ما تحطوش شوربة عشان اللحمة اللي احنا حاطيناها تحت جوه الحلة، وكمان اللحمة اللي احنا حاطيناها جوه المحشي. هبتدي بقى اوزع كل الخليط ده عليها كلها لحد ما يبقى التلتين، ما تزوديش عشان الحلة مليانة. لو هي لو مش مليانة خليه زيه زي الرز، بس ما يبقاش عايم، يبقى المية جنب صوابع المحشي، ما يبقاش عايم. وهوديها البوتاجاز، بس احط هنا ورقه تاني جاست ان كيس عشان الريحه بتاعته حلوه. لما بتحطي الورقه كامله ما بتبقاش قويه زي ما بتطحنيها. واغطي وشها بالورق الزبده، وحطيت في الجناب برضو ورق زبده عشان ما يلزقش، جاست ان كيس عشان اللحوم اللي انا حطيتها جوه دي لحمه خروف دسمه، فممكن تلزق مني. فقلت عشان ابقى في السيف سايد احط في الجناب في الحله ورق الزبده زي ما انتم شايفين، وغطيت وشها ورق زبده، يعني هي متغلفه بورق زبده من كل الجناب. بص شكلها عامل ازاي. خدت مني 1:50 على درجه حراره متوسطه. يعني في المرحله الاخيره ابتديت اهدي طبعا عشان ما يتحرقش مني وينشف مني، وتبارك الله كان حلو قوي قوي قوي. بس اللي هو اللي من تحت ده تحس ان خد لسعه كده سريعه. ده شكله في النهاية ريحة تجنن تجنن تجنن، تبارك الله، بحبه قوي قوي قوي. كنت مبسوطة، جوسي مستوي، مش دراي، مش عايزة اقول يعني مش ناشف، تحس ان هو محبب كده وانت بتاكليه. الرز من جوه مفلفل وجميل. عايزة اقول لكم نصيحة بقى، عشان انا يعني الطريقة اللي بحبها البديل، انا احب اللحمة ما احطهاش نية جوه الخلطة، احب اسوي اللحمة. اللي انا بديكوا اختياري اللي انتوا عايزين اعملوه. انا بحب اسوي اللحمه بس حطيتها نيه، يعني عشان اغلب الناس فينا بتحب تحط فيها اللحوم نيه وتبقى عايزه تسويها جوه الخلطه كلها مع بعض وهي بتستوي جوه الصوابع. مش قادره اقاوم، عايزه بقى تحطي ليمون حطي، عايزه تحطي رمان حطي. انا حطيت شرايح الليمون ديكور، انا مش عايزه حاجه تاني، ده هو ده الطعم اللي انا بدور عليه. الكوسه تجنن، الفلفل اللي احنا تبلنا الكوسية بيها قبل ما نحشيها كانت حكاية إجرام. اللحوم اللي دخلناها من جوه تحس ان هي اتوزعت جزء مع جزء، فحقيقي جوسي جميلة، ريحتها حلوة قوي قوي. يعني حقيقي تبارك الله، انصحكم تعملوها بالطريقه دي. حتى اللحمه تبارك الله كانت مستويه وحلوه قوي، بس دي كان فيها بون عظم، كنت بحاول اخرجها من العظم، بس تبارك الله
أنا بحبها. اعملوها وقولوا لي رأيكم، هتعجبكم لأنها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص، وبتعملي كميات مختلفة في حلة واحدة بنفس الخليط. حقيقي بحبها. عايزة أقول لو أول مرة بتزوروا القناة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك. بص شكله يجنن، حقيقي تبارك الله. الرز من جوه شكله حلو قوي، مفلفل. انجوي يا جماعة، كان معاكم حبيبة.